طبعا كلنا شفنا من شوية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري واللي انتهت بفوز النادي الأهلي برباعية مقابل هدف، وكالعادة هنشوف مع بعض ونحلل أهداف المباراة هدف هدف، ونشوف مع بعض هدف النادي الأهلي الأول واللي جه عن طريق أسامة أبو علي من ضربة جزاء، وطبعا اللي قدر يحصل على ضربة الجزاء هو عمر كمال عبد الواحد. زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي الكرة مع منعم في نص الملعب وبينقلها على طول ناحية الشمال، الناحية المحببة للنادي الأهلي عند حسين الشحات اللي بيلم على طول الكرة وبيقف عليها وبيلعب الكرة مع إمام عاشور اللي بيلعبها على طول لمروان عطية، ومن مروان على طول لإمام. ولو وقفنا في اللحظة دي هتلاقي إن إمام عاشور قدر يلعب الباس لعمر كمال عبد الواحد لحظة انطلاق عمر كمال عبد الواحد. وهنا التايمنج بتاع الباص بتاع امام عاشور كان مهم جدا، لانه طبعا لو لعب الكوره قبل ما عمر كمال يتحرك بثانيه او بعدها بثانيه طبعا الكوره مش هتيجي لعمر كمال بالشكل ده ومش هيقدر يحصل على ضربه الجزاء. وبالفعل الكوره بتروح لعمر كمال وبيقدر يضم وياخد ضربه جزاء بيسجلها طبعا اسامه ابو علي بفينيشنج ولا احلى ولا اروع، فينش اقل ما يقال عليه ان هو فينش اوروبي. قدر اسامه ابو علي انه يلعب الكوره في اقصى الزاويه اليمنى لحارس مرمى الاتحاد، وزي ما قال كده معلق المباراه لو نادي الاتحاد جاب الثلاث حراس مرمى بتوعه محدش فيهم هيقدر ابدا ان هو يصد ضربة الجزاء دي. ومن الهدف الاول نروح للهدف الثاني للنادي الاهلي واللي كان هدف ولا احلى ولا اروع، تحس كده ان انت كنت بتلعب بلاي ستيشن، واللي جه بعد 22 نقله من لعيبه النادي الاهلي. وبص معايا كده على النقلات من اولها وعد معايا النقلات نقله نقله، هتلاقي النادي الاهلي قبل ما الكره توصل لاسامه ابو علي اللي بيلعب الكره على طول لرضا سليم هتلاقيه نقل 22 نقله في وسط ملعب نادي الاتحاد السكندري اللي كان بيضغط عليه ضغط سلبي طبعا وضغط غير مؤثر بالمره على لعيبه النادي الاهلي، تحس ان هم بيحلقوا وكمان مش قافلين المساحات. النادي الاهلي فضل ينقل 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 الكوره لحد ما وصلنا ل 22 نقله على طول لرضا سليم اللي ادى حقنه بنج على طول لحارس مرمى الاتحاد المهدي سليمان وحط الكوره على طول بشماله في المرمى. والمهدي كده تحس ان هو كان بيتفرج على الكوره زينا بالظبط، فعلا هو ثبته تثبيته صعبه جدا بالتهويشه اللي هوشها في الاول، بعد كده حط الكوره بشماله. هدف زي ما بنقول كده بلاي ستيشن من رضا سليم، وتحس كده ان انت عاوز تعيد الجون اكتر من مرة عشان تقدر ان انت تتمتع بيه. وزي ما انت عاوز تعيد الجون التاني عشان تتمتع بيه طبعا لازم تعيد الجون التالت عشان تتمتع بيه اكتر واكتر. الجون التالت اللي قدر يسجله عمر كمال عبد الواحد دانت مدفع، كورة طلقة طالعة من رجله على طول بتروح في ال90 برضه على يمين المهدي سليمان اللي ما قدرش برضه يعمل للكورة دي اي حاجة. ولما نيجي نتكلم عن جون عمر كمال عبد الواحد لازم ندي كريدت لامام عاشور اللي لو خدنا بالنا من اول الكورة قطع مسافة كبيرة جدا بالكورة في وسط ملعب الاتحاد السكندري وما قدرش ولا لعيب من لعيبه الاتحاد اللي كانوا بيجروا وراه ان هم يقطعوا منه الكوره، وقدر انه يحافظ عليها. الكرة راحت لعمر كمال اللي لم على طول على يمينه وزي ما قلت لحضراتكم طلع من رجله دانت مدفع على طول تروح برضه في اقصى الزاويه اليمنى لمهدي سليمان ما يقدرش يعمل لها اي حاجه اطلاقا. بعدها بينزل لعيبه الاتحاد الشوط الثاني عاوزين يسجلوا هدف وضاغطين على النادي الاهلي، وفعلا كان ليهم ما ارادوا وقدروا ان هم يسجلوا هدف عن طريق بنيامين بواتنج. ولو خدنا بالنا الكوره بتخرج من الخلف للامام عن طريق لعيبه نادي الاتحاد وبتروح على طول لبنيامين بواتنج ناحيه شمال الاتحاد. ونخلي بالنا لو وقفنا هنا هتلاقي في دايره بيضاء معموله حوالين بنيامين بواتنج، وركز معايا بعد ما الدايره تروح بنيامين بيتحرك لفين، هتلاقيه بيكمل حركه على طول وعدى من ورا رضا سليم وراح ناحيه محمد هاني برضو اللي ما خدش باله منه، واتعملت الكوره عرضيه وقدر ان هو على طول يحط الكوره عكس اتجاه مصطفى شوبير ويعلن عن الهدف الاول لنادي الاتحاد السكندري. طبعا انا هنا مش بلوم محمد هاني بس، هو الكوره ملعوبه من ناحيه نص الملعب ناحيه مروان عطيه اللي كان لازم يغطي على الراجل اللي بيتحرك وخد الكوره على طول وقدر انه يعمل عرضيه، ولكن برضه محمد هاني كان لازم ياخد باله من الراجل اللي بيتسحب من وراه قبل ما الكوره توصل له ويقدر يحرزها هدف. بعد كده بيبدأ مارسيل كولر ان هو يعمل تغييرات عشان ينشط خطه الهجومي وينزل كهربا وكريم فؤاد اللي قدروا ان هم يصنعوا الفارق هما الاثنين. واحد قدر انه يجيب ضربة جزاء بعد ما لاعب نادي الاتحاد داس على رجله ووضحت اكتر في الاعادة، وكهربا على طول قدر ان هو يحط ضربة الجزاء برضو على يمين المهدي سليمان اللي عنده مشكلة كبيرة جدا في الزاوية اليمين. الاربع اهداف جايين على يمين المهدي سليمان عشان تنتهي المباراة برباعية مقابل هدف للنادي الاهلي امام نادي الاتحاد السكندري. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان انا اكون وضحت ولو جزئيه بسيطه من اللي حصلت في المباراه، وان شاء الله اشوف حضراتكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.